ومش شرط ابدا ان انت عشان تخدم منظومه معينه ان انت تربط نفسك بكرسي جوه المنظومه. حلو. ده تفكير خاطئ واتجاه اكثر خطأ. يعني طول ما انا موجود في المنظومه بتاعه الكوره ما اتعودتش وانا موجود في منظومه ما اسعاش لتطويرها. صح. يعني اللي هيرشح نفسه لرابطه الانديه مش هينفع يشتغل في اتحاد الكوره حلو. بالمناسبه يعني. تمام. هتسالني ليه بقى؟ عشان اشرح لك بس الموضوع. رابطه الانديه هي عباره عن ماركتينج. مم. اتحاد الكوره ده هيئه تنظيميه. الناس عايزه تعرف السؤال الاهم: ايمن الشريعي هينزل انتخابات اتحاد الكره، او هينزل يكون عضو في رابطه الانديه، ولا الكلام ده ايه الناس بمعنى؟ شاغله دماغها مين هيدخل ومين مش هيدخل. مم. هو المشكله مش مين يدخل، مم. هو المشكله ان احنا هنطور فعلا ولا مش هنطور. يا مساء الفل عليكم جميعا، وحلقه جديده من كلام جامد مع حامد. النهارده معانا اكتر رئيس نادي اثار الجدل خلال الفتره الاخيره. اي مشكله تخص القضايا المصريه هتلاقيه هو موجود. شخصيته هي ميزته، اللي هي بين كوتيشن كده الصراحه. معانا النهارده الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. اهلا بيك يا استاذ ايمن، حامد منورنا ومشرفنا. صديقي العزيز، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا حبيبي، سعيد جدا ان انا معاك. انا بتشرف ان انت معانا. والديكور اللطيف، الناس اللطيفه، ومبسوط جدا ان انا معاك. تعبناك النهارده انا عارف. خالص. هو انا بقى خلاص قلت لك مشوار بعيد. لا لا، هو اهم حاجه كوبايه الميه الساعه دي انا خلصت كل تمام حاجه. يعني. انا كده مرضي. تمام يا ريس. في البدايه كده الناس عايزه تعرف السؤال الاهم: ايمن الشريعي هينزل انتخابات اتحاد الكره، او هينزل يكون عضو في رابطه الانديه، ولا الكلام ده ايه؟ هو اشمعنى رئيس اتحاد كوره وعضو في رابطه الانديه؟ ما ليه ما يبقاش هو رئيس اتحاد كوره رئيس رابطه الانديه؟ اشمعنى عضو؟ اشمعنى رابطه ما انا الانديه بقول لك عضو؟ سواء عضو يعني في الاتحاد او عضو اه. في الرابطه. السؤال ده عايزين نعرفه، الكلام ده ايه؟ طيب اول حاجه، يعني موضوع الاتحاد ده بتبقى قايمه، اه. وبتبقى قايمه محدده. يعني كل واحد بينزل بقايمه يعني كده، يعني حلو. على الفكره النظام الاساسي يعني. تمام. ودي فكره. ورابطه الانديه دي ده موضوع مختلف تماما. حلو. يعني اتحاد الكوره ده بيتحكم فيها 134 نادي تقريبا على مستوى تمام. الجمهوريه، و130 نادي. رابطه الانديه دي اللي مسؤوله عن الدوري المصري، عشان نبقى فاصلين بس بين الحاجتين. ببقى مندهش جدا ان الناس لما بتيجي تتكلم تقول لك رابطه الانديه واتحاد الكوره، هو الاتنين شغلهم مختلف تماما عن بعض. صح. يعني اللي هيرشح نفسه لرابطه الانديه مش هينفع يشتغل في اتحاد الكوره حلو. بالمناسبه يعني. تمام. هتسالني ليه بقى؟ عشان اشرح لك بس الموضوع. رابطه الانديه هي عباره عن ماركتينج. مم. اتحاد الكوره ده هيئه تنظيميه، تنظم حاجات ولوائح، قصص كبيره جدا في مسابقات كتير جدا. فالشغلانه دي غير الشغلانه دي. انما في الحالتين يعني انا مش مرشح نفسي ولا حاجه، يعني انا بحب اتابع الوضع. ومش شرط ابدا ان انت عشان تخدم منظومه معينه ان انت تربط نفسك بكرسي جوه المنظومه. حلو. ده تفكير خاطئ واتجاه اكثر خطأ. تمام. اللي عايز يخدم المنظومه بيخدمها وهو بره او هو جوه. يعني ممكن ايمن الشريعي وهو بره الرابطه وهو بره الاتحاد يدي افكار وينفذها، علشان بتبقى افكار اذا كانت افكار صحيحه يعني. ويقدر بعلاقات والشغل بتاع الانديه، الناس اللي عايزه تطور فعلا مش محتاج ان هو يبقى موجود او مش موجود. يعني وجودي من عدم وجودي ده مش معناه ابدا اذا كنت هخش في التطوير او مش هخش في التطوير. الناس بتسأل السؤال الاهم: السؤال الاهم بقى، هطور ولا مش هطور؟ لا، هتدخل ما هو ولا انت لا؟ لا، في سؤال اهم. قول لي اللي هو هنطور ولا مش هنطور؟ ده اللي اهم. الناس بمعنى. شاغله دماغها مين هيدخل ومين مش هيدخل. مم. هو المشكله مش مين يدخل، مم. هو المشكله ان احنا هنطور فعلا ولا مش هنطور. يعني لو ده في السؤال المهم. تطوير ايمن الشريعي لا موجود. لا، ايمن الشريعي ان شاء الله هنطور. اه. على الاقل المده اللي انا موجود فيها اللي هي باقيه، او هنتخب نفسي تاني او هرشح نفسي تاني ده في انبي. لرئاسه النادي. مم. يعني طول ما انا موجود في المنظومه بتاعه الكوره ما اتعودتش وانا موجود في منظومه ما اسعاش لتطويرها. نطلع منها العناصر الغير جيده اسمها، حلو. ونستبدلها بعناصر جيده مناسبه. وده دور اي رئيس نادي، سواء هيرشح نفسه لرئاسه رابطه الانديه او عضويه مجلس اداره الاتحاد. هي المشكله مش انت هتروح فين، المشكله ان انت هتقرر ان انت بتطور ولا لا. انا اللي بقول لك انا مقرر ان انا اطور، واي حاجه بشوفها غلط هشتغل فيها في هدوء.
مش فارقه، يعني مش فارقه ان انا لازم اكون جوه المنظومه علشان اطور. اصل الناس تمام. دايما يقول لك ايه، دخلني عشان اشتغل. لا، اللي عايز يشتغل ممكن يشتغل من بره خالص. مم. انت بره الموضوع خالص اهو، تقدر تطور حلو. بآرائك، بانتقاداتك، بضغطك الإعلامي، أو بعلاقاتك الداخلية جوه المجال، نعمل كده. مم. فالمشكلة مش في قصة إن أنت مرشح ولا مش مرشح، إنما في الآخر يعني عاقدين العزم إحنا ومجموعة كويسة يعني من الأندية اللي عانت الفترة الأخيرة من إجراءات يعني بعيدة كل البعد عن عن منظومة الكرة أو عن منظومة المنافسة. إن إحنا محتاجين نطور. اللي عايزين بقى يطوروا دول بقى عايزين يرشحوا حد، أيمن الشريعي، حامد، رئيس نادي، مش مهم. المهم في الآخر اللي هيطلع ده هيطلع علشان نطور معاه.